السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني خواتي المغاربة، تار انتباهي واحد الشي اللي هو ما نكذبش عليكم، بالعكس ما كنتش كنتصورو، ما كنتش يعني كان الرد البال تاعي، ولكن في الصراحة الشيء اللي هو نتمنى من الله سبحانه تبارك وتعالى يلهمنا خير ويفرج على الجميع. اللي بغيت نعرفه هو بعض من المجتمع المغربي، لا أعمم، وهناك كثار وحتى بعض منهم كيكونوا مسؤولين، وليس غير كنقولوا عاديين، حتى مسؤولين. لاحظت هاد الفكرة خوتي بأن شت دوزنا حنا السجن، ودوزنا السجن ايام كما قلت لكم، ايام الرصاص وايام السودة وايام يعني ايام اللي هي لا يعرف بحقها الا من عاشها، واخا يكون سمع بها ما عمره يعرف حق الا من عاش. وعاشوا هناك سياسيين منهم اساتذه جامعيون ومحامون وقضاة والى اخره. مثل هاد الناس هما يعني الا تكلمت انا بحال هكا غيفهموا حق الكلام ديالي، وغيعرفوا معنى هذاك الوقت اللي حنا هذيك الحقبه الزمنيه اللي دزنا فيها حنا، غيعرفوا بحقها وغيعرفوا. يعني خوتي اللي طار انتباه كما قلت لكم، يعني انا دوزت واحد القدر وخرجت، ولكن الحمد لله كنصيب كما كيقول المثل المغربي اللي في القلب على اللسان، بدون مكر، بدون خداع، بدون برد وتجميل. يعني فلان هو فلان اللي في هنا نيشان ما نعلم بنادم، عجبني نهضر انا وياه، ما عجبنيش ما كنسبو، ما كنقول لي تا حاجه، كنجتنبو يعني بواحد الطريقه عقلانيه متعقلنه، طريقه سداسيه بالسلام. هذا هو الشيء اللي تكلمنا عليه خوتي. شو واحد القهيوه هي فينا، هي مولافين خارجان، شتوها اللي بغى يجد. اي 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 لا لا ما نصوركش، ما نصوركش. اخواني كما قلت لكم، انتم دابا حنا جاي ونتكلم على غفله. هو 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 انتم الصديق هذا مدوز، وانتم شو العربه كي دايره. سلم خويا، كي داير بخير خويا؟ مباشر الف انظم خويا المصطفى، الله ينورك، الرجل الطيب وتفننتي في اختراع شو العرب اخوتي. شو لسان الحباس شو ها الضحكه ديما. شو علاش انا باقي ما كملتش الفكره، غنكملها لكم. عاودت لهم علاش الناس ما مدوزينش الحبس وكتصيب في قلوبهم الشحن والمرض. واحد تصيبو مدوز الحبس وكتصيبو كيضحك، اللي هنا اللي في القلب على اللسان. ها هو شوف خوتي، انتم العربه كي دايره، شو النوع كي داير. خويا تفننتي تبارك الله، الله يطول لي عمرك. وهذه هي اللي كانت عندك ديك النوبله مزيان انت خويا تبارك الله. الله يحفظك. دوز تمشي تفطر معايا. نشوفك الله يحفظك. غادي في كاس عمر. مرحبا بك ميمونه خويا. قهوه القهوه التحتانيه اللي في الطلعه، في هذوك الطلعه جي عندنا تما. القهوه اللي في الطلعه الاولى هذا الشواش تما يبدا طالع من القنطره من تحت. اي حداها تماك، الحق ولا غتسيبني تما. يلا خويا، انتم اخوتي صدفه خير من الف ميعاد. ياك سمعتوا كل شيء على عينيكم. دابا هذا هو اللي قلت لكم، انا حير الامر ديالي. كنصيب ناس يعني كما كنقولوا هنا يا حسره مثقف وله وظيفه محترمه، يعني له وظيفه فيها كل شيء، ولكن ملي كتجي كتشوف كتجالسو ودي وتجيب معاه في الكلام وتريح، كتبدا تبان لك العيوبات ديال الانسان راه غير طبيعي. اش فهمت؟ يعني راه غير ذاك الانسان اللي كيكون طبيعي 100%. كتصيب واحد الانسان كتبدا تبان لك الخلالات ديالو، كيبدا يبان لك العيوبات.
يعني كتبدا تكتشف، كتدخلوا بواحد الطريقه واش هو خيط. يعني هذيك يعني هذيك نقولوها نسميوها حنا كنسميها هبل ترباح، او كما كنقولوها بالطريقه هذه هبل ترباح عندنا في السجن، كيقول دار الحماق باش ياخذ هبل ترباح. او كنسولو كنقولو ملي كنجي نبحث وكنتعمق معاه كنصيب الانسان صفر مريض، قلبه مشحون من جميع، قلبه كما كنقولوا خوتنا زاد مغبون، ما عندوش. كتقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا عمره ما شاف الحبس، عمره ما عاش في الحبس. شوف شنو دار ماريوكا، انسان داز ودوز كدا وكدا وثلاثه العقود، ربما كاين اللي كاين قد عمره وكاين اللي خليت عنده 4 سنين كاين، وكتخرج بواحد النفس مطمئنه وواحد القلب صافي وواحد النظره على الاخر جميله. وملي كتسيب ناس اللي هي كتسيبها نظرتها مشحونه، قلوبها مشحونه، يعني اشنو غادي نقول خوتي؟ انا لا اعمم، راه ملي كنتكلم قلت لكم صنف من المجتمع. انا هذه الدراسه وربما راه حتى ناس اساتذه علم الاجتماع واساتذه علم النفس راه كانوا طرحوها شحال هذه، قال لكم بان المغاربه فيهم تقريبا شي 60% اللي عندهم اضرابات نفسيه، مريض نفساني كتهضر معاه كتصيبو فين انت كتهضر بشكل هو تيهضر معاك بشكل اخر، يعني عقليته عايزه عالم اخر. هذا هو اللي بغينا نشيرو له خوتي الاعزاء، لان ملي كنتكلموا راه ما كنتكلموش خوتي بان عندي انا عداوه مع حد، حاشا لله، او باغي نبين راسي انا يعني كاين، حاشا لله، ولكن كنقولوا بما لمسناه، لان الحقيقه هي كل شيء كتفرض نفسها بنفسها، واللي ما يحبش الحقيقه فهذاك مريض. مهما كانت الحقيقه واخا تكون مره، الحقيقه شيء جميل مهما كان وصفه، لانك ما كتخايش تعيش. انت كتعيش مثلا كتقلق فوق فران تاع النار وكتقول بانك راك فوق بستان من الجي، هذا لا يعقل. المهم تحياتي لكم وشكرا لكم، ونقول لكم عزاكم رمضان كريم عليكم. انا غادي في الطريق شتي كما يوجه لي. الله خوتي المضمون فيكم دائما ابوني ابوني ابوني، وركوا على ابوني 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 وشجعوا بواجدي. راه هاد القناة ما خذينا منها والو، وهي هذيك الحاجة المعقولة ما كتبغيش تخاص. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.